طب ايه المفروض ان مثلا نادي الزمالك وهو بيتفق وهو بيعمل الكشافه بتاعته ما يمضيش بقى، ما نمضيش، احنا نحطهم على الترابيزه، تحبوا تاخدوا مين من الاول بقى خالص. انا حاسه كده في حاجه غلط، في حاجه مش مفهومه، ومش قادره الوم الانديه، مش قادره الوم النادي الاهلي ان هو بيشتري لعيب وفي نفس الوقت طب احنا بنعرف نختار، بدليل انتوا صفقه ورا التانيه ورا التالته جوه الزمالك، يعني دي لعيبه تقيله. بس انا متاكده ان مش ده الاحتراف. الاساطير اللي موجوده عندنا، الاساطير اللي هي مش هتتلمس وهتفضل دايما اساطير، اللي هم بقى الخطيب، حسن شحاته، الناس دي اللي هم فضلوا لغاية آخر يوم في حتتهم مهما كانت الإغراءات. مفيش حد غير بين قطبي الكرة المصرية وفضل بنفس الجماهيرية، لا، بتيجي الأيام وبيكون رصيده قل، نقص. اوريدي الحياة حلوة، الحياة جميلة وضحكت لك وبسطاك وكل حاجة. فما بشوفش ان في حاجة، يعني الدنيا مش قرصة عليك، يعني مش مموتاك، ما بتشحتش يعني. في حتة لازم نقف جنب النادي، في حتة لازم النادي يقف جنبنا، في حتة لازم نعمل حساب للجمهور اللي في الشارع، في حتة لازم نعمل حساب لبكرة ولتاريخنا ولدنيتنا، والناس لما هتشوفنا في الشارع هتقول لنا ايه.